ونفتح العروسة. بتروحوا بتغمسوا هيك. بيرفكتو. بتحسوها هيك مجمعة كل ثقافة الشعوب على كل الأكلات الزاكية، على كل إشي، على توابل وبهارات. سهلتمكم، بس أنا مش قادرة أصبر أكتر من هيك. هلا والله، اليوم حنعمل مع بعض أزكى طاجن لحمة بالخضار. طاجن اللحمة زي ما انتم عارفين مشهور عندنا في بلادنا العربية ككل، بس في المغرب العربي صراحة أكتر إشي، وبالذات إن هم بيعملوه طاجن لحمة، وأحيانا بيحطوه طاجن لحمة حلو اللي هو يعني مالح وحلو وبيطلع بشهي عندهم، يستخدموا فيه البرقوق. اليوم حنعمل طاجن اللحمة مع الخضار بشكل بجنن، بطعم بجنن أكتر إشي بيميز الطاجن اللحمة إن هو من حماوة الطاجن تاكلوا الإشي دايب، لحمة دايبة، خضار دايبة، طعم بهارات وتوابل. هذا كله اليوم حنعمله بطريقة ولا أحلى. بداية اللحمة بتجيبوها نوع نظيف عشان حتفرق معاكم. إحنا اليوم جبناها لحمة كتف مدهنة شوي. خلوا القطع تكون مش كبيرة، تكون بحجم وسط زي هيك عشان ما تغلبكمش بالاستواء. وليش بقولكم نوع نظيف وليش بقولكم من الكتف؟ عشان دايما الكتف بدوب يعني بتكونش اللحمة شادة زي لحمة الطبيخ. هذه أول مرحلة. المرحلة الثانية بتجيبوا الخضار اللي بدكم إياها. إحنا اليوم نقينا بصل، جزر، بطاطا، بندورة، فلفل حراق لازم ولا بد، وفلفل رومي وتومة. البطاطا إذا عندكم البيبي بوتيتو هاي بتقدروا تجيبوها وتخلوها هيك، ما عندكم تقدروا تجيبوا البطاطا العادية ونقطعها. هلا بالنسبة للخضار أول إشي بنقطعها قطع كبيرة عشان ما تدبش معنا. يلا بينا سكينتنا الحامية ونبدأ بتقطيع الخضرة. الجزر برضو كمان حنقطعه هيك، مش كل إشي ما تقطعوه صغير عشان ما يدوب معاكم. بدوني بتفكروها الأكلة صعبة، بس جدا جدا سهلة. فلفل حراق واحد حقطعه والثاني حقطه زي ما حقطه زي ما هو. بندورة برضو كبير. الحياة سهلة لما تكون السكينة مساعداكم. الفلفل الرومي خلوه ملون عشان عنا اورنج، عنا ابيض، جيبوا اشي اصفر. برضو ابيض. هيك نكون خلصنا الخضار. عنا الخضار مقطعة وعنا هنا اللحمة وهلا البهارات. حنجيب شو غلط؟ تعالوا ركزوا معي يا حبايب. عنا هيل، فلفل اسود، جوز الطيب، قرفة، بهار وبهار لحمة، وعنا كركم، وعنا هنا بابريكا وبابريكا مدخن، وعندي كمان شوية زنجبيل. هناخدهم هنحطهم هنا. طبعا البهارات انتوا بدكم تزيدوا اشي بدكم تقللوا اشي، هذا باشي برجع لكم. من كل نوع حطيت تقريبا معلقتين صغار، وهنا عندي معلقتين ملح، معلقتين صلصة. جيبوها من النوع الحلو هذا اللي هيك لونه غامق. هنحط هيك معلقتين الصلصة. هذه البهارات حتكون للحمة وحتكون كمان للخضار. نحط عليهم تقريبا زيت نباتي نص كوباية. نحطه هيك. هنخلط كل المكونات مع بعض. شوفوا ما أحلى ريحة لما تطلع ريحة القرفة، ريحة البهارات، نص الطيب، كزبرة، بهار اللحمة، يعني نغنغوها بالبهارات يا جماعة. حبات الهيل أنا قصدي أحطهم هيك عشان مع الطاجن يعني بتفتحوا بغوصوا بالطعم. هنحط عليها تقريبا بس ربع كوباية مي مغلية
عشان تساعدنا انه الامور تمام. ما تكتروش مي لانه هيك حنضيف على الطاجن. بنحط هاي الخضار وهي اللحمة. هلقيت هاي التتبيلة ناخد نصها على اللحمة، نص على الخضار، خلوش ولا شوي. لقيت يدعكهم منيح هيك، خلي البهارات كلها تتغلغل في قطع اللحمة. معلومة مهمة جدا جدا جدا، ركزوا معي كتير منيح. الفخار لما تشتروها من السوق ايش ما كانت، هيك ايش ما كانت، صغير كبير اي مكان، تجيبوها من السوق تدهنوها بالزيت منيح. تدهنوها يعني مش تغمروها، بس تغرقوها منيح بالزيت من جوا ومن برا. بتخلوها ساعتين منقوعة بالزيت. بعد هيك بتنقعوها ليلة كاملة بمية. بعد هيك لما تيجوا تاني يوم بتطلعوها بتجلوها منيح. وانا احتياطا حطيناها برضو بالفرن نص ساعة، هيك امورها تمام. هذا الاشي بتعملوه كل مرة؟ لا، هذا الاشي بتعملوه بس اول مرة استخدام. لما تتنكدوش ينفجرش معكم في نص ما في الفرن وتروح الاكلة ويروح تعبكم. انا همي على تعبكم مش على الاكلة. فهيك عشان يكون الاشي مشغول صح، حبة وشغل نضيف. أول مرحلة تحطوا هيك شوية سمنة، لا مش شوية، نغنغوها يعني بتدي زكاوة صراحة. سمنة حيواني عشان كتير بتزكي الأكل. وهاي الشقفات الصغيرة خلوها هيك، خلوها بقى على الإشي كده. نيجي للخضرة. أول إشي نحطهم. قرن الفلفل هذا بجنن بذاك، كل بهارات اللحمة وكل دهن اللحمة بنزل على الخضار، فيعني الخضار بتكون اشي نعنش. هلا بدنا نضيف قطع اللحمة. طبعا اللحمة انتم حرين، يعني حابين تجيبوها ريش، تجيبوها لحمة عادية، لحمة انتم بتحبوها، المهم تكون لحمة نظيفة زاكية عشان ما تكونش شادة معاكم. شوية ورق غار شيلهم هيك على جنب، وبالنص هنا بتحطولهم 4 أو 3 دروس تومة برضو، حطوهم هيك بين الخضرة، ومن هنا ومن هنا ومن هنا. هيك صارت عنا جاهزة. هنضيف المي على الأطراف هيك شوي بس، لأنه هيك الخضار اللحمة كله حينزل ميته. هلا السلبان تقمروها منيح كان تصفى معاكم تمام التمام. أنا حغلفها بطبقتين سلبان، يعني هي طبقة المفروض كمان طبقة. هلا حنتأكد انه مسكرة منيح، فيش ولا نفس، وهيك امورها تمام. حندخلها على الفرن على اعلى درجة حرارة عندكم 250، ومن فوق ومن تحت، وبتسيبوها عاد ساعتين لساعتين ونص لحد ما يكون الاشي عندنا دايم. قبل هيك ما تفتحوش عليها، قبل ساعة ونص ما تفتحوش صراحة يعني. وهلا حنحطها على الفرن. هلقيت عبال يعني هلقيت صار لها ساعة ونص تقريبا. عبال ما تستوي انا بدي احضر العجينة هيك اللي بتنحط على الوجه هيك مع شوية سمسم وحركات، عشان لما تيجي تفتحوها هيك تطلع حتى منظرها تطلع زي العروسة، وهيك تفتحوا الخبزات يما. حنحضر العجينة هي عبارة عن بس عجينة خبز اللي هي طحين، سكر، خميرة، ملح ومي وبس لا غير. أنا ممكن أضيف لها معلقة حليب عشان تكون طرية. هنحط هنا تقريبا معانا كوبايتين طحين، عن المي زي ما احنا متعودين دايما اللي هو لا سخنة ولا باردة. نحط هيك شوي وبنحركهم ونخليهم على جنب.
هنحركهم هيك عشان تتفاعل معنا الخميرة. هحط على الطحين معلقتين حليب بودرة، كتير هيك دايما الحليب واللبن بيخلوا العجينة طرية. هاي ملح، هلخبط المكونات الجافة، وهلأ حننزل بالخميرة والسكر، نعجن شوي شوي بالمي الدافية. دايما المي دافية، لا سخنة ولا باردة. تخلوا جنبكم كيس تخلوا جنبكم صحن فيه طحين عشان لو احتجتوا. اوكي، هنلملم كل الطحين اللي على الجناب لحد ما نوصل قوام يكون تمام. طبعا هنا بعد ما عركناها منيح ومية مية نرش شوية طحين هيك ونبدأ نشتغل فيها. فيش داعي تخلوها ترتاح لأنه هي أساسا حتكون طرية معاكم. وإحنا طبعا هاي في شغلة مهمة بالنسبة للعجينة، إحنا ما بنحطها من لما نحط الفخارة تبعت اللحمة بالنار، لا، إحنا بعد ما تستوي الفخارة تبعت اللحمة ومية مية وتكون تمام ولحمتنا مستوية وأمورنا تمام، بعد هيك بنحط عليها الفخارة وبنرجعها على الفرن. هلقيت اللحظة المنتظرة، العجينة صارت تمام. بعد بالضبط أخذت معايا ساعتين كاملين. هنفتح ونشوف كيف الوضع فيها. نقول بسم الله. الروايح بتجنن بتجنن بتجنن. من قبل ما أفتح الروايح مش هقولكم يا سلام، أنا مبسوطة. أوكي، والخضار، الله 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 الله. شوفوا الاشياء كيف تغلي لسه. طلع، هي هاي حلاوة الفخارة. طلع يعني هيك تعتبر معايا أخذت ساعتين بالتمام والكمال. كانت أمورها مية مية وعن جد ولا غلطة ولا غلطة. خليت عشان نكمل لحركاتنا وتكاتنا وقصصنا الحلوة بقيت حبشتكوناتها للطاجن. بدنا بيضة، هاي العجينة، وبدنا بيضة. لإيش البيضة هلا بنشوف يعني، وشوية حليب وبابريكا. البيضة هيك. اوكي، هحط لها شوية حليب، معلقة بالضبط. بعدين هحط لها شوية بابريكا عشان اللون هيك يطلع أحمر وحلو العجينة. كيف يا سلام. ونخلطهم. هلقيت العجينة هاخدها وحفردها، هشيل الزوايد، بعدين هدخلها على الفرن. ارجع وركزوا معي، هي بتاخدش وقت كتير يعني. كيف نحطها منيح هيك. قصوا الجوانب معاكم. اوكي، نقص هذه الجوانب كلها الزوايد نشيلها هيك. وهلا رح نيجي ندهنها بالبيض والبابريكا عشان نعطينا اللون الذهبي اللي بجنن. ندهن هيك. كثير حلوة عاد ايش لما تيجي تقدموها قدام الضيوف، تكون الخبزة فوقها، تيجي قدام الضيوف تفتحوا الخبزة ويطلع من تحتها الطاجن والروايح. عن جد حلو حلو لما تعملوا الأكل تعملوه بنفس، وتعملوه كمان هيك تتفننوا فيه وفي منظر هيك. مش دايما بيقولوا عيننا بتاكل قبل تمنا، هذا عن جد. وهلا حنحط السمسم. روح روح يا معلم، يلا معايا. عيني 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 على المنظر، ولا على الريحة، ولا على الغرقان، ولا شايفين هاي الجورة، مش مشكلة، المهم الاشي. بسم الله. مش يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين، مش ملاقية كلام صراحة. نعملها هيك، نفتح كمان شوي عشان تساعدنا بالفتح. شوفوا النار، شوفوا النار، الله
يا جماعة أنا مش قادرة، بدي أغوص صراحة، بدي أغوص. هناخد لنا واحدة لحمة نشوف إيش وضع الدنيا. تعالوا هنا هيك السلفانة، طلعوا كيف الذوبان. شايفين انتو تروحوا تغمسوا هيك هدوء، بس ايش كثير نار. بيرفكتو.